الأخ غزوان يقول: شيخنا أنا شيعي وأريد أصير سني، شلون أصير سني؟ عزيزي، قبل أن أقول لك شلون تصير سني أريد أقول لك قضية. واحد من الأدباء يصف فد واحد عاف الإسلام وراح صار مسيحي، فقال هذا اسمه حنون: ما زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شغل بحنوني. يقول له أنت إذا عفت الإسلام ورحت صرت مسيحي أو صرت على أي دين من الأديان، أنت شنو يعني ضريت بالإسلام؟ هذا مثل العصفور اللي بالشجرة يقول يابا دير بالك أنا ترى أرد أطير عنك، تقول له أنت أصلا من وكرت عليه ما حسيت بيك، أنه من توخر عني أحس بيك. بالنتيجة يا أخي الكريم، تريد تصير سني مذهب آخر أي شيء أنت حر، لا إكراه في الدين، لكن بالنتيجة قبل أن تصير أي شيء لا تتبع إلا الدليل. نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. إحنا والحمد لله تعالى بيننا وبين الله حينما يسألنا نقول له يا رب إحنا اتبعنا قرآنك، اتبعنا نبيك. القرآن الكريم يقول: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حديث سنتي طبعا ضعيف، مالك يقول مرسل، والحديث الصحيح المستفيض هو وعترتي. فإحنا نقول لله سبحانه وتعالى إذا قال لنا ليش صرتوا شيعة، نقول له يا رب أنت في قرآنك طهرت أهل البيت وإحنا اتبعناه، والنبي أيضا قال هما لا يفترقان القرآن والعترة، وإحنا أيضا اتبعنا العترة. فقبل لا تنتقل إلى أي مذهب أو دين تأكد يا أخي الكريم الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهديك.